كيف الزمن فين اشوفك فين؟ حي الله بن ناصر. يا حي يا حي بن ناصر. يا حي يا حي يا حي يا حي وسهلا، شرفتنا حبيبي حبيبي الخضر، حياك يا اهلا يا اهلا. والله عذرنا على التاخير، شوف كان اسمه كان بيخ معنا باص هناك، بس قلت يعني ما بتاخر على الخضر حمد ناصر. الحمد لله. حبيبي الخضر، عرف الجمهور ولو بنبذه خفيفه عنك. طبعا انا من مواليد منطقه يافع. نعم. قريه خيره. ترعرعت ونشأت في هذه القريه، وانتقلنا الى منطقه الحبيلين. طبعا عدم وجود ثانويه في منطقتنا، فوصلت الثانويه في ثانويه لبوزه في الحبيلين، وبعد ذلك ذهبنا الى تأدية الواجب. نعم. الخدمه العسكريه، ووقت خلصنا الخدمه العسكريه طبعا تم إيفادنا للخارج للدراسة في تخصص حقوق. وبعد أن أتممنا الدراسة طبعا نتيجة للظروف اللي يعيشها الوطن، ونتيجة للظروف الخاصة يعني قد تكون أسرية أو يعني مكثنا في هذه المدينة في موسكو، هذه المدينة الجميلة، ولا زلنا إلى وقتنا الحاضر أو لا هذا اليوم يعني في هذه المدينة نمارس حياتنا الطبيعية زينا زي أي مغترب أو زي أي واحد مفارق لوطنه. نعم. نتيجة لما يعيشه نعم. الوطن في هذه الظروف. تزوج الأخضر؟ تزوج طبعا، ولدي من الأولاد بنت واحدة. بنت واحدة، الله يخليها لك. الشلع والله. كم تزوجت؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ والله ما أذكر. خضر، ما يعني ما تفكر تسافر؟ كل واحد بيحلم متى يسافر، يعني كل واحد بيحلم متى العودة إلى وطنه. وطبعا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يجمعنا بأهلنا وحبايبنا على أرض الوطن في أقرب وقت. غير مالك والبكا خلي البكالي، غير مالك والبكا خلي البكالي، أمشي قلبك بالمحبوب غادي، ما شقاني ما شقاني. بنعرفك هنا انك تجيد العزف على آلة العود، متى تعلمت؟ متى بدأت تعزف يعني؟ طبعا العود هو كان كهواية بالنسبة لي. نعم. ويعني من حس ان حظي اني في وقت دراستي تعرفت على شخص من لبنان، وكان لديه آلة العود. تعلمت هنا؟ تعلمت هنا طبعا. نعم. وكنت بستعيرها منه مؤقتا، حتى بدأت أعزف يعني وبطريقة عشوائية طبعا. لن أعرف النوتات طيب الأغنية اللي أول ما أغنية بدأت تدندن بها يعني بدأت تيجي معك؟ طبعا أنا كنت أكثر حاجة من تؤثر الفنان اليمني أيوب طارش. لأن طيب إذا قلت لك مثلا يعني دخلنا واحدة من الأغاني اللي تأثرت فيها. حبيت 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 ماشي حلمت وترايت ولادي من نايدي يا ليل، حبيت يا ناسي حبيت. مسامح طبعا، واتمنى ان يكون الكل مسامحين طبعا. يعني حتى لما حد يأذيك؟ اللي يأذيك يجب ان يكون سلاحك تسامح. يعني ما تحقد؟ لا، لان الحقد هو السم وبيقصر من العمر كمان. متى حبيت اول مره؟ عندما كان عمرك كم؟ والله الحب هو بيولد مع بني ادم. يعني انت ولد يعني خرجتوا انت والحب مع بعض؟ طبعا، لان الحب هو مشاعر ووجدان، هو حب الارض، حب الوطن، حب الام، حب الاخ، حب الصديق. حصل لك بحياتك وما كنت تتمنى يحصل لك؟ والله هناك مواقف كثيرة يعني بتحصل للإنسان، ولكن موقف صعب كان بالنسبة لي. وطبعا أتاني اتصال والدتي الله يرحمها في حالة صعبة، واضطريت يعني للسفر بأسرع وقت. ما كنت أتصور إني يعني، لأنه كان لي فترة، واضطراريا سافرت وقعدت فترة
وعادت روحها الأم. نعم. وهذا بالنسبة لي كان من أصعب الليالي التي عشتها، وأنا أشعر أن أمي يعني ما بين الحياة والموت زي ما تقول يعني، أو في حالة مرضية، فكنت ما أنام الليل. وبالنسبة لي هذا هو أصعب موقف. ولكني حين قابلت الوالدة الحمد لله يعني طمنت عليها وراح الهم. لكن الوالدة توفت؟ لا بالعكس، بعد فترة توفت. يعني هذا الشيء أغلقك أكثر من الوفاة. أغلقني طبعا، أكثر من الوفاة. أكثر لأنه لي فترة في موسكو ما كنت أسافر على الوطن. ليش أقحمك في السياسة يعني، بس على الأوضاع الموجودة طبعا يعني لازم ما بنخرج من اللغة بدون ما تقول لي رأيك مثلا. طبعا الوضع في الجنوب خاصة طبعا وضع مزري، من نعم. الجانب الخدماتي أو كان من الجانب المادي، جانب الكهرباء، الماء. أعظم الناس بدون رواتب. طيب وهذا ليش كل الناس بتقول كذا يعني؟ فيه الوضع مزري، كل العالم بتقول كذا. هناك أسباب عديدة ويتحملها. أول من يتحمل هذه المشاكل اللي بيعيشها الوطن هم الناس الذي مسكوا على عاتقهم أنهم يقودوا الوطن إلى بر الأمان. طبعا مساعدة الناس شيء جميل وشيء طيب، دول التحالف ما رضوا يساعدونا. لكن مش أنا لا نحمل دول التحالف كل شيء. إذا لم تعمل لبلدك بنفسك يعني فلا تحمل الآخرين سوء الأحوال وسوء. هناك مليارات انفقت من دول الخليج، ولكن الله أعلم إلى أين تذهب. وهناك ناس فاسدين داخل الوطن نفسه. متى ما قضيت على الفاسدين، متى ما يعني استطعت أن تقدم شيء لوطنك ولشعبك. هو النقطة الأساسية هي الاقتصاد. صحيح. فتح ميناء عدن، فتح المطارات، فتح المصانع وكل ما شابه ذلك، يعني بيعطي فرصة للعمل. الاعتماد الدائم على دول الخليج، وهم قد يكون هذا يعني عملهم بيعملوه نعم. خصيصا يعني، أو قد يكون متعمد. نعم. أن نبقى هكذا. نعم. والمثل يقول من حياته بيد غيره مات معذب. مات معفن. نعم. لو قابلت الرئيس بوتين ايش بتقول له؟ بقول له اتمنى لهم النصر في هذه المحنه اللي يعيشوها، والتي فرضت عليهم طبعا. عليهم وعلينا طبعا. مواطنين. لا، نحن مواطنين روسيين طبعا. ونتمنى ان يحققوا النصر، وبوتين ادها وادود انا اعتقد، ومش بحاجه للنصح او التوجيه. سمعني اغنيه كذا يعني تتحدث على الحنين للاهل مثلا. قول شوقي إليكم شوق عصفور الشجر، شوقي إليكم شوق عصفور الشجر. لو ذكرت الأرض والأحباب دوب دمعتي والعين من نار يذوب. في لكم يا حباب، في لكم يا حباب، في قلبي مغر، وشوقي إليكم شوق عصفور الشجر. يا سلام جميلة. لو ذكرت الأرض والأحباب دوب دمعتي والقلب من حزنه يذوب. في لكم يا أحباب، في قلبي مقر،
شوقي إليكم شوق عصفور الشاقر. سعيد جدا اللي شفتك ومنطقتك على فكرة جميلة جدا. الجمال موجود في موسكو وفي كل بقعة. سعدنا بتواجدنا معك بالناصر، مع السلامة حبيبي.